السلام عليكم حبيباتي، واش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير ان شاء الله. شكرا على دعمكم، على تشجيعكم، ربي يهنيكم ويغنيكم بفضله عمن سواه. قولوا امين يا البنات. اليوم بغيت نشارككم الفيديو اللي تبغوهم بزاف. دايما تقولوا لي شاركينا بيت الخزين، اي معلومه على بيت الخزين شاركيها معنا. فاليوم كيما راكم تشوفوا، شوفوا خياتي، تقريبا انا كل بدايه شهر، كل ما يدخل عليا شهر جديد ونشري قضيان جديد، نعاود نروح نشوف خزيني واش خصني واش ما خصنيش، باش المره الجايه الحاجه اللي تكون خاصتني نبازي عليها. مي الدفتر هذا يعاونكم الناس اللي عندها خزين كبير. انا كيما راكم تشوفوا الخزين تاعي راه حاجه بسيطه، ما عنديش حوايج بزاف. مي الناس اللي تكون عندها خزين كبير تعجز ولا تكره ويتعبها هذاك الخزين باش كل مرة تحطه كامل وتعاود ترفدو. فالدفتر اللي ديري فيه القائمة كامل تاع المواد اللي كنت شاركتهم معاكم في لي فيديو اللي فاتوا، قائمة هذه ديري فيها الحوايج اللي تستهلكيهم انت في دارك. ما تشوفي لا للقائمة نتاعي انا ولا نتاع واحدة اخرى، شوفي انت دارك واش يتمشى فيها وعلى اساسها ديري القضيه نتاعك. انا كيما راكم تشوفوا قلت نروح نشوف كامل الخزين تاعي واش كاين فيه. فرغت خزيني كيما راكم تشوفوا، فرغت هذا الجهه هذه راني دايره فيها المواد الغذائيه، والجهه هذه دقيقه هنا راني دايره المواد نتاع التنظيف. راح نخملو ونشاركو معكم خواتاتي. هنا خواتاتي هذاك القرنون اللي كنا درناه مع بعض، شوفوا راهو على حاله ما شاء الله، الماء نتاعو راه صافي الله يبارك ويشد لكم مده. شوفوا هذاك هو اللي كنت شاركته معكم، راني ديرته هنا في البلاكار عادي. كيما راكم تشوفوا خواتاتي انا الخزين تاعي ما نديرش فيه بكميات كبيره. دوكا نقول لكم هذا الشهر واش درت. اول حاجه خواتاتي العسل وهذه صول، هادو مانيش دايرتهم في الخزين، مي راني راح نخبيهم ان شاء الله لعيد الاضحى نخدم بهم الحلوى، فدسيتهم بعدتهم على الكوزينه باش ما نستهلكوهمش. السكر خواتاتي اللي دائما نقول لكم انا نشري 5 كيلو، هنا راني فرغت 3 كيلو تاع السكر، فرغتهم في هذه لابواط. وهذه الباطه اللي قلت لكم دايما نخليها للحلوى، هذه دايما نخليها للقاطو. كل ما نصنع القاطو ما نروحش لهذا، نروح لهذا الكيلو. علاش؟ باش ما نفوتش الكميه. فهمتوني على راني دايره هذا الكيلو؟ نقدر اني نجبد منه، مي انا راني دايره هذا الكيلو باش ما نفوتش كيلو تاع سكر في الشهر للحلويات. هادو 4 كيلو، الكيلو الخامس دايما يروح للخزين تاعي. المواد هادو خواتاتي هادو انا راني مخبيتهم هنا نستهلكهم في الشهر، مي هذا الشهر ما استهلكتهمش. كيما راكم تشوفوا الرز راه كاين عندي هنا في هذا لابواط راني مفرغه. شوفوا خواتاتي راني مفرغه هنايا، فما استهلكتش هذا واش راح ندير به؟ راح يروح لخزيني بطريقه سهله وبسيطه، تقدر كل وحده دير خزينها خواتاتي. هذه هي الطريقه نتاعي انا. هذا بما انه راهو في الساشي هكذا رايحه نفرغه، وهذا اللي راه كاشتي رايحه نديرو ان شاء الله في الخزين تاعي. هادو كيما قلت لكم نستهلكهم في الشهر عادي. هنا واش راح نخبي؟ هنا عندي هذا العلبه تاع لاتاي راني راح نديرها في الخزين، باسكو عليه راه كاينه عندي لاتاي في الكوزينه راني مفرغه في لابواط. ف هذا ان شاء الله راح نخبيه في الخزين. وهذا تاع السهم انا نبغيه، فقلت معليش ندسو كاش ما يجوني ضياف ولا راح نلقاه. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي لسان الطير. لسان الطير خواتاتي كنت شريت زوج، وحده رايحه ندسها في الخزين، ووحده رايحه راني فرغتها هنا في هذه لابواط كيما راكم تشوفوا، رايحه ان شاء الله نستهلكها. علاش؟ باسكو تليت لي انا ما نديروش بزاف خواتاتي، انا نديرو لولادي كي ما يبغوش ياكلوا لي كاش حاجه نديرو لهم بالحليب، فهمتوني؟ فندير غير كميه صغيره، نديرو لولادي الصغار، ولادي الكبار ياكلوا معنا نورمال، فندير غير كونتيتي صغيره راح تشد لي هذا لابواط. وديجا راه كاين عندي نورمالمون نص ولا في الكوزينه، فهذه راح تروح ان شاء الله للخزين تاعنا. الشوربه خواتاتي راح نوريكم واش راني مفرغه دقيقه برك. شوفوا هذه لابواط راهي معمره تاع الشوربه، فهذه راح تروح ان شاء الله للخزين، فهمتوني؟ راني دائما نقول لكم خواتاتي شوفوا لاطات لازم تكون بعيده باش المواد تاعكم ما تفسدلكمش. كيما قلت لكم هادو راح يروحوا للخزين، هذه راح تروح للخزين، هذا راح نفرغه في لابواط هذيك، وهذا راح نحطه في الخزين تاعي.
دائما بيان سور راح نشوف لا دات تاعو وينتا باش نديرو في الخزين هكذا، باش ما نخافش عليه. لازم انه يكون لا دات تاعو تكون بعيده، باش انسان كي يغفل ولا حاجه ما يفسدولوش صوالحو. حنا ماناش باغيين الخساره، حنا دائما هذا الخزين نحوسوه يكون مفيد لينا، ما نكونوش خاسرين فيه. السكر خواتاتي دائما نقول لكم غير بالكيلو تاع السكر وتقدري ديري خزينك. السكر راهو ماده مضره بالصحه. انا هكذا راني حاسه بروحي راني مكثره وراني باغيه نزيد النقص، راني دائما نزيد النقص. هادو 4 كيلو خواتاتي كنت تشوفوا مازال كاع ما فتحتش منهم، باسكو علاه راه تبقالي لابواط هذيك تاع السكر عندي، تاع اللي حاطتها فوق البوطاجي راهي معمره، باطه كبيره معمره الله يبارك. فراني نقص في السكر. هذه 3 كيلو راني نحاول ما نكونسوميهاش كامل في الشهر. انا كون نصيب نكونسومي 2 كيلو ولا كيلو فيهم بركه. وهذا كما قلت لكم تاع الحلويات، فغير بالقليل ونديرو التاويل خواتاتي. اللي ما تقدرش تشري السكر ولا الناس اللي الدخل تاعها الله غالب ربي يكون في العون، الدخل تاعها قليل بزاف، ونقول لك اختي حكمي بواط، حكمي هكذا، عفوا حكمي باللاره هكذا، وحطي غير بالنص، نص فيها هذه المره الجايه عمريها وهي رايحه، غير هكذا غير بشويه وتقدري انك ديري خزينك. انا في البدايه وكي كنت مزيره وكنت مع البنيان وكامل، صدقوني خواتاتي نعمر هكذا باطه وندسها، نقول يجيني ضيف على غفله ولا على الاقل يكون عندي السكر. فهمتوني؟ سواء القهوه ولا السكر ولا اي حاجه ديري غير بالقليل. الناس اللي الدخل تاعها ضعيف ولا راهي تبني ولا ما عندهاش ولا ما لحقتش باش دير خزينها، ولا نقول لك ديري خيرك في دارك. صدقوني انه هذا الخزين راهو فيه بركه عظيمه، تحسي يا سبحان الله البركه في الدار تاعك. هذه راهي عن تجربه، والناس اللي راهي مجربه تكتب لنا في لي كومونتير. سبحان الله نهار يكون السميد عندك في الدار، تكون عندك السكر القهوه الزيت، انتي هانيه حاسه براحه البال، تحسي الرزق راهو في دارك. فهمتوني خواتاتي؟ داركم عمركم ولا تخلوها فارغه. كيما راكم تشوفوا هنا السكر خواتاتي، هذا قلت لكم راح يروح ان شاء الله للخزين. انا كيما راكم تشوفوا خواتاتي راني داسه هذه 5 كيلو، هذه 5 كيلو تاع السكر، وراني داسه هادو 4. ودائما نقول لكم الورقه والكاي دائما معايا حاضرين. وراني داسه وراح ان شاء الله باذن الله ندير هذا الكيلو الخامس. هنا راني داسه 10 كيلو، وكيما قلت لكم شوفوا بالنسبه لهذه الكيلوات راني نقصت كل شهر نقص كيلو، كل شهر نقص كيلو، راني الله يبارك راني في 5 كيلو. وهذا خواتاتي شراه لي الزوج في شهر رمضان. وكان كاين عندي انا ديجا من قبل، دائما قلت لكم ندير هذا لي بواط دائما نقص، فما كونسوميتوش كامل. قعد لي مورا رمضان. فهمتوني خواتاتي؟ هنا كيما راكم تشوفوا راه عندي سكر غلاس. هذا راح ان شاء الله نصنع به الكاطو تاع عيد الاضحى ان شاء الله. مش راح نشري كامل المواد، راح نخدم بالحوايج اللي عندي شويه كاكاو وشويه سكر غلاس، عندي هنا المزهر، عندي دقيقه خواتاتي، عندي هنا الغرس راح نخدم مقروط، وعندي السميد نتاع المقروط. فهمتوني؟ فالله يبارك راهي كل حاجه عندي، مش راح نشري مواد الحلويات، راح نصنع حاجه خفيفه. واش كان عندنا هنا يا خواتاتي؟ هنا الطوماطيش الشهر اللي فات راني درت تحدي اني نكمل معاكم هذيك الباطه، وصدقوني خواتاتي دخل عليا شهر جديد وانا الطوماطيش مازال ما كملتليش. فالحمد لله نجحت في التحدي وقدرت اني نستهلك غير رطل تاع طوماطيش. فقلت قررت صاي نقص الطوماطيش على روحي ونبدا نكونسومي غير رطل، ودائما نشري كيلو مي نكونسومي واحد نديرو في الخزين. هذه بس بالنسبه للطوماطيش خواتاتي هذا نورمالمون راه كاين عندي هنايا كما راكم تشوفوا، راه عندي 2 هادو. واش كاين عندي هنا؟ وهنا راه عندي 2 وهذا لابواط ثالثه. هنا تقريبا راه عندي الخزين نتاع الطوماطيش تاع 3 شهور. اذا كنت نكونسومي واحد راه عندي هنا الخزين تاع 3 شهور. فهمتوني؟ واش عندنا هنايا؟ الملح خواتاتي، راه كان عندي الملح في الكوزينه، فهذا الملح راح ان شاء الله ندسو، راه كان عندي فانيك في الخزين. وهنا القهوه خواتاتي اللي دائما نقول لكم وحده دائما تروح للخزين دائما.
القهوه نشري 3، نحاول اني هادوك زوج يكملوا لي الشهر. وهذا خواتاتي الخزين انا وحده من الناس راني دايرته تحدي. معناتها انا دوك كون ندير عيني نكمل 3 علب تاع قهوه، نكمل 3 علب وربع علب وخمسه ونورمال، وندوزي القهوه ونطيب في كل قيس. مي انا راني دايره في بالي اني ندير خزيني، هدف راني حاطاته في بالي. سبحان الله، هذا الخزين راني جربته بزاف وراهو عاوني بزاف وفتح لي بزاف بيبان. دايما ما يكونش كاين الدراهم تجيك حاجه ولا خيرك في دارك، ما تروحي تطبطبي على الناس، ما تروحي تسقسي الناس، ما تروحي تكردي من عند الحوانت. الحمد لله يا ربي. فهذه دايما راح تروح للخزين تاعنا. وكما راكم تشوفوا هنا راهي عندي هنا 3 علب. دقيقه خواتاتي نوري لكم، ما عندي حتى اشكال اي حاجه، سمحوا لي نوريها لخواتاتي. هنا راه عندي 3 كما راكم تشوفوا. اللحظه راهي عندي غير وحده، وهنا نورمالمون عندي ثاني هذه لابواط فعلا فيها المواد اللي كنت شاركتهم معاكم نورمالمون المره اللي فاتت، واللي باغيه نشارك معاها خزيني ما كاش مشكل خواتاتي، نشارككم عادي. دوكا راح نكتب كامل هاد الحوايج اللي راح ندسهم، راح نماركيهم. شوفوا خواتاتي واش راح نخبيه، غير بحاجه بسيطه، نقص حاجه من داري، نقص حاجه منا، حاجه منا، وندير الخزين تاعي. هنا راح ندس وحده تاع شوربه، وحده تاع لسان الطير، وحده تاع روز هادو. وعندي هنا وحده قهوه، وحده نتاع لاتاي، وعندي وحده طوماطيش. هادو اللي خبيتهم هذا الشهر خواتاتي. وعندي الملح، وعندي وحده نتاع السكر. واش عندي تاني خواتاتي؟ كيما راكم تشوفوا دقيقه راني دوختكم، راني دايتكم وجايبتكم معايا. هنا راني داسه وحده نتاع سمن، شوف هذه فيها 900 غرام كم تشوفوا خواتاتي. وانا هذه المره كان الزوج جاب لي هذا البوقال، راهي فيها نورمالمون دقيقه برك نشوف لكم وين راه. واه راهي هنايا، راهي فيها هذه كيلو و400 غرام، راكم تشوفوا فيها. انا قلت هذه نخبيها في الخزين. علاش خواتاتي؟ انا نبغي دائما ندس حاجه حجم كبير، تجيك وليمه ولا تجبديها ما تبقاش تخمي في السمن. ممكن نتوما هاد الحوايج يبان لكم حاجه قليله، تقولي ايه واش خبيتي نتيا على بطاطا تاع روز ونتاع لسان طير. لا، انا بالنسبه لي هذا انجاز. باسكو علاه ما راني درت له ميزانيه، نقصته غير من صوالح الدار. سبحان الله، ما يكونش عندي ولا تجيني ضائقه ماليه ولا تجيني فرح ولا قرح نجبد بطاطا تاع لسان الطير ونطيبها لوليداتي غير بالحليب ونعشيهم ولا نغديهم، خير ما نروح نمد يدي. فهمتوني؟ انا هذه هي القاعده اللي نمشي بها. هنا هذه راح نخبيها لانه هذه راهي كبيره، وهذه رايحه ان شاء الله نستهلكها. باسكو على انا السمن كملت لي. دوك نوري لكم، شوفوا هذه اللي كانت عندي راهي خلاصت لي صايي كيما راكم تشوفوا، راهي خلاصت لي. رايحه ان شاء الله نجبد هذه، راح نجبدها مي مش راح تكمل لي في شهر خواتاتي. هذه راح تشد لي حتى شهرين 3 شهور عادي. مالغري انا قلت لكم انه نخبز بيه، نبسس ونديروه في الطعام، نديروه حنا في المدلوك اللي هي المسمن. المهم خواتاتي، هادو هما الحوايج اللي كنت دسيتهم هاد المره. عندي الجافيل خواتاتي كيما راكم تشوفوا. دقيقه سمحوا لي خواتاتي، هذا البيدون تاع الجافيل هذا راح يتخبى. علاش؟ باسكو علاه انا راه كاين عندي دقيقه خواتاتي برك نوري لكم. كيما راكم تشوفوا هذا راهو كاين عندي مازال فيه غير شويه، ما باقيش فيه بزاف. هذا بريلكس ما باقيش فيه بزاف، هذا راح نكمل به هذا الشهر باش ما نفتحش البيدونه هذيك اللي كنت شريتها. هذا هو خياتي الخزين تاع اختكم. ان شاء الله برك تكون المعلومات اللي راني نقولهم لكم مفيده لكم، ان شاء الله تتحفزوا خواتاتي وانتم فانيك ديروا خيركم في داركم وديروا خزينكم ان شاء الله باذن الله. المهم نورمالمون هذا هو الخزين تاعنا. دوك نوض نخمل حوايجي كامل، نشوف واش كاين عندي، نكتب الحاجه اللي درتها جديده هذا الشهر. ودائما صدقوني اني نفرح بهذا الخزين ونحس اني درت انجاز، نحس باللي ما على باليش انا راني سبحان الله غير بالقليل ونحبر وندبر
وشوفوا سبحان الله، غير أنا كنت قادرة هذا الزبدة نروح نعطيها للولاد نكملها في نهار، أنا قلت لا لا، نفرح وليداتي بحبيبات كاطو في العيد. شوفوا خواتاتي، أمور بسيطة راح تدير لكم فارق في حياتكم، والله العظيم. وراني مجربتها، نهار اللي ما يكونش عندك القضيان ولا تجيك وليمة ولا يجيك فرح ولا يجيك قرح وما عندك حتى حاجة في دارك، راح تدخلي في أزمة نفسية. وهذه الأمور اللي هي الحصالة، الأمان المادي، التسيير في الدار، الجدول الوجبات، الخزين نتاعك، هذه الحوايج اللي راني نشاركهم معاكم في القناة راهم مكملين لبعضهم، راهي سلسلة متكاملة. فهمتوني؟ هذا الخزين راهو ينقص على المصاريف. نهار اللي ديري برنامج الأكل راكي راح توازني في الأكل تاعك وتعرفي كيفاش تصرفي في دارك. الاقتصاد في المواد الغذائية وفي كامل المواد تاع الدار، في كل شيء راح يعاونك باش تنجحي في التسيير تاع الميزانية. هادو الحوايج كامل راهم مكملين لبعضهم خواتاتي. ما ديريش خزينك وتكوني انتي يدك مثقوبة، لا، لازم كي ديري خزينك، كي تحطي السكر تحطي بالمغرف، ما تفرعيش السكر هكذا بلا بواط، لا. كي ديري الطوماطيش ديريها بالمغرف الصغيره هذيك تاع الديسير. صدقوني خواتاتي انه كل حاجه من هذه المواد انا عندها العبار تاعها، كل حاجه عندها العبر اللي نعبرها به. ما نقدرش اني مثلا نروح نحكم باطا تاع رز ونفرغ وصاي، لازم عليا عندي كاس نعبر به. الحمد لله رانا ناكلو ونشبعو مرات يفضل. فالإنسان لا إفراط ولا تفريط، وبهذه الطريقة نحقق أهدافنا، نسدو ديوننا، نعيشو بأريحية. ما نحطوش نيوفنا على الناس، ما ندخلوش في أزمات نفسية. فهمتوني خواتاتي؟ هذا الأمر راه يأثر علينا حتى على النفسية نتاعنا. نتمنى كل وحدة دير تاويلها، نتمنى كل وحدة بدل ما تكون تنتقد فيا على أمور تافهة تكبر مخها ودير التاويل لنفسها ولوليداتها. ممكن دوكا انت وليداتك راهم صغار ما راكيش حاسه، من نهار يكبروا وليداتك وتكبر المتطلبات تاع وليداتك ذاك اليوم تحسي. نهار اللي يولوا وليداتك في الجامعه ولا باغيين حوايج كبار، فماك الوحده تتحسر وتقول يا ريت ويا ريت. فنتمنى انه كل وحده سيرتو اللي ولادها الصغار ديري التاويل مادام ولادك صغار. راني نحكي لكم خواتاتي عن تجربه، ان شاء الله برك تكونوا استفدتوا. وان شاء الله المرأة اللي تسمعني بوعي، باسكو علاه مرات التعليقات نتاع بعض الفئة يصدموني، صدقوني انه التعليقات تصدمني. حتى نبغي نعطيلهم الادله في كل شيء، سبحان الله، نبغي نبقى رافده الكاميرا ونوري لهم بلي فوالا، باسكو كاين ناس تقولي ايه ما عندك حتى مشروع. راكي وحده مثلا كتبت لي مؤخرا راكي تخرطي علينا. سمحوا لي خواتاتي مي كتبتها لي بهذه الطريقه. دوك انا ما لقيت ما ندير، نبقى نكذب على الناس. يا سبحان الله، ما فهمتش انا، كذبتني في المشروع، كذبتني في المصروف الشخصي نتاع سينسوميل اللي وريته لكم، كذبتني في الحصاله، في كل شيء. مام حتى الخضر كي صورتها لكم قالت لي هذه تاع عائله صغيره، مش تاع عائله من 6 افراد، وكانما انا يا وريت لكم النص ونص واحد اخر. هي اصلا التعليق تاعها راه في تناقض. انا الحمد لله درت التاويل غير بالقليل. انا نهار اللي كنت نوض صباح ونخدم لي كوموند ونتعب ونطيح ونوض ونعاون في الزوج تاعي بالفكر نتاعي وبذراعي، انتي كنتي راقده اختي. انا غير بهذا القليل وبهذه نتاع العبر ونتاع المغرف ونتاع الحوايج اللي تبان لبعض النساء تافهه وتضحك عليها وتكتب لي في لي كوموند ها ها ها، بهذا الشيء انا درت سكنه راهي تسوى مليار. ومنا على سنين تولي تسوى 2 ملاير 3 ملاير. فهمتوني؟ ما رانيش في نيتها راهي في مليار، بصح منا العام الجاي تولي في 2 ملاير. الله المستعان، ربي يهديكم. انا راني باغيه النساء يديروا التاويل، خلوا النساء اللي ما تعرفش مسكينه ولا اللي راهي باغيه تتعلم ولا تتعلم. ما رانيش باغيه في جال هذه الفئه ان نبدل المحتوى تاع القناه ونولي ندير لكم في التسياق وغسيل معا. راني باغيه الناس تستفاد ان شاء الله. فقط اللي راهي مغلغله مني ولا تخرج بكل احترام، تقدري انك تخرجي ما تشوفينيش وتخلي الناس اللي تبغيني واللي نبغيها تستفاد مني ونستفاد منها ان شاء الله بدعاوي الخير وبالكلام الطيب نتاعها اللي طلع المورال.
سمحوا لي خواتاتي، انا صراحه شوفوا، انا هاد التعليقات صدقوني ما ياثروش فيا، مي يحيروني، تعرفوا وشنو يصدموني، يخلوا الامر المهم ولا المعلومه المهمه اللي انا كون لقيت في هذاك الوقت اللي يوريها لي نشريها بالدراهم. صدقوني كون لقيت انا اللي تحكمني وتوري لي، وما كانش كاين هذا اليوتيوب، ما كنتش عارفه من عند من نتعلم، ما كنتش، كانت الام تاعي توفات وانا غير كيما تزوجت، معناتها ما كانش اللي يعطي لي النصيحه، ما كنتش لاقيه من ندي النصيحه. كون لقيت، كنت كي نسمع نسا يهضروا نبقى هكا نسمع وكاسره وذني ونحوس ندي في المعلومات، كنت نجمع مع نسا الكبارات باش نزيد ندي ونزيد نتعلم. دوكا النسا تسمع المعلومة ما شاء الله مفيدة ونوري لها في التجربة نتاعي وقاعدة تكذب فيا. يا سبحان الله، لا يقول السفيه إلا ما فيه، ولا كيفاش هذاك المثل. المهم هذا هو الفيديو تاعنا، نتمنى انه يكون مفيد لكم وانه يعجبكم. خلوا لي ليجام خياتي اللي تبغيني تكثر لي من ليجام، ونتلاقاو في فيديو جاي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.